حاجه كبيره جدا. مين انا؟ مصر، ما مصر هي اللي ادتني ان انا اطلع بره، ان انا احترف، ان انا اركب عربيه، طيب. ان انا فهي يعني عامه أنا ما بتكلمش عندي على حد معين، انا لا بتكلم احنا بص يا ابراهيم، حسابين بص طيب زي أنا ما قلت عندي لك. سؤال، من المسؤول فيما حدث في موضوع محمد صلاح؟ مين المسؤول؟ عارفين عشان المسؤولين. ما نحملش حد ذنب حد. هل صلاح؟ هل ليفربول؟ هل المنتخب؟ هل اتحاد الكوره؟ هل الجهاز الفني؟ ما هو في بعض الحالات في في واحد واثنين. واحد من ايه؟ واحد واثنين. ايه واحد واثنين؟ واحد واثنين وثلاثه. قول لي واحد واثنين وثلاثه. مين المسؤول عن منتخب مصر؟ مين المسؤول الرئيسي عن منتخب مصر بتصريح من المسؤول عن الرياضه في مصر؟ اللي بيدير اتحاد الكوره فيتوريا مثلا؟ انت عندك اللي بيدير بيدير حازم امام. اتحاد الكوره. حازم، ايوه حازم امام، اتحاد الكوره، وخالد الدرندلي، وفيتوريا. هم اللي بياخدوا دول القرار، مسؤولين، بدليل ان الراجل وبركات محترم. وبركات بس عشان المنتخب الاولمبي بقى مسافر مش عارف في الخليج باين مع المنتخب الاولمبي في دبي. مين اللي بيدي القرار؟ الراجل المحترم الصعيدي الجميل ابو الوفا. قال لك ما حدش اتصل بينا. قال لك ما حدش اتصل. طب ما هو المفروض اتحاد الكوره لما يبقى فيه قرار زي دوت، لما يبقى فيه قرار لازم اعضاء مجلس الاداره، وخصوصا ان لعيب مهم زي محمد صلاح، يبقى فيه قرار يطلع من اتحاد الكوره، مش يطلع من كلوب في انجلترا بعد الماتش في تصريح كان لازم يبقى في تنسيق. فلازم يبقى في تنسيق، لان احنا اتحاد كوره، احنا مصر كبيره. يا ابراهيم انت راجل احترفت بره ولعبت بره وزي ما انت بتحكي كده وانا عاشرتكم انتوا لعيبه. في فرق ما بين الاداره المحترفه والاداره الهاويه. الاداره المحترفه عارفه ما لها وما عليها. هل تعلم، اكيد عارف، ان صلاح تحت عيونهم ال 24 ساعه؟ طبعا. هو صلاح ده قليل؟ لا طبعا. هو صلاح ده يعني مع احترامي الشديد لكل لعيبه مصر، الايقونه بتاعت مصر محمد صلاح. فكل اللي بيحصل ده اداره. انا مسؤول عن لاعيبتي، مسؤول عن جهازي، انا اللي باخد القرار، انا اللي استقبل القرار، انا ابقى صاحب القرار، لان حسام وابراهيم ومصطفى وابراهيم يوسف واسماعيل يوسف مسؤوليه كامله عن المنتخب. فبالتالي انا صاحب اليد العليا. ما هنا بتيجي شخصيه اللي بيدير. ما هو الاداري مش اسم، احترامي الشديد جدا، انت عارف حازم انا بعشقه، وبركات ده يعني انا كنت عايز اجيبه وعنده 13 سنه النادي الاهلي، وقلت لهم ادفعوا فيه 100,000 جنيه. بس كان عنده موقف كده في نادي السيد. لا اتكسر معايا. لا موقف تاني هو في الناشئين. كان معايا يعني انا لعبت ضده وهو صغير. فعايز اقول الاداره تتحمل كل شيء، وبناء عليه يعني احنا برضو زي ما قلت يا مهيب احنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اللي حاصل النهارده والكلام اللي اتقال النهارده عن المسؤول عن قرار رجوع محمد صلاح نادي ليفربول هو اتحاد الكوره في المقام الاول، وده اللي احنا قلناه من اول دقيقه. مفيش لعيب بيمشي في وسط بطوله سواء مصاب او غير مصاب الا بموافقه اتحاد الكوره. مش يتم الاعلان عن طريق كلوب وعن طريق ليفربول، وده اكتر حاجه اثارت غضب الناس واستيائهم، ان نادي ليفربول ملوش اي سلطه على اللعيب ايا كان حجمه وايا كان اسمه. السلطه الحقيقيه المفروض لاتحاد الكوره، وعشان كده بنقول ما ينفعش يبقى فيه لعيب اعلى من اتحاد الكوره او من اسم منتخب مصر مهما كانت نجوميته. ده اللي خلى الناس تستاء. مفيش لعيب اعلى من منتخب مصر. منتخب مصر مكون من ال 11 لعيب بينزلوا في الملعب بالاضافه لكل الدكه. فده كان وجه الاستياء عند كل جماهير نادي المنتخب المصري. صلاح مش اكبر من منتخب مصر ولا من اسم مصر، ده كان اعتراضنا. احنا عارفين صلاح وقيمته الفنيه العاليه وقيمته ككابتن للفريق. هو حاليا كابتن فريق، فكان وجه الاعتراض ان ما ينفعش ان كابتن فريق يسيب المنتخب في عز البطوله ويمشي عشان يتعالج من العضله الخلفيه، لان مش اصابه جامده ولا كانت اصابه تستدعي الوجود في المستشفى عشان خاطر نقول ان الموضوع محتاج عمليه جامده وعلى وجه السرعه والحكايه دي كلها، لانه كان لازم يقعد يآزر زمايله. ده كان وجه اعتراض. وفي الاخر كان لازم يتم الاعلان عن طريق منتخب مصر وقياده منتخب مصر
واتحاد الكوره. مش الموضوع يتم اعلانه من فريق ليفربول كأن احنا ملناش اي صفه ولا اي قيمه. دي اكتر حاجه خلت الجماهير تستاء من الموقف دوت، سواء تستاء من نادي من اتحاد الكوره او من الكابتن محمد صلاح. لو كان في شفافيه وكان في ثقه في اتحاد الكوره دوت والقائمين عليه من الجماهير، كان الموضوع كان هيبقى اشيك من كده ويطلع بصوره افضل من كده. لكن ده ما حصلش، وما حصلش، فالناس لازم تتحمل رد الفعل الغاضب من الجماهير. والجماهير عندها حق في هجومها. احنا عارفين القيمه الفنيه للكابتن محمد صلاح، وعشان كده الهجوم كبير على قد قيمته. كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق منتخب بلدك، ادينا لك اشتراك ولنا رايك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.